هنشوف النهاردة حلقة جديدة من مسلسلنا التحفة ظهور الدم. قبل ما أبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي. بتبدأ حلقتنا وأزيدة بتهين وبتهزق ديلان وبتطردها وبتقول لها هروح أحتفل بطلائق، وبتسيبها وبتمشي. وديلان بتقول لنفسها لما أروح وأسأله هو فعلا تعيس معايا ولا لأ. وكرم بيسأل بران على ورقة الطلاق وقع عليها ولا لسه، فبيقول له لأ لسه، أنا ما قلتش أي حاجة لديلان. فكرم بيفرح وبيقول له إيه ده، أنت لغيت فكرة الطلاق؟ فبرام بيقول له أنا فكرت في كل حاجة، ولما قلت أتجوزها كنت عارف إن حياتنا هتتدمر، بس علشان ينتهي الشجار وسفك الدماء اتخليت عن مستقبلي وأحلامي وسعادتي. وديلان بتبقى واقفة وسامعاه بيقول الكلام ده، وبتقول لنفسها أزادة معاه حق، أنا بأذيه، هو حزين بسببي. وبتمشي، بس للأسف مش بتسمعه وهو بيقول ديلان غيرت كل حاجة فيا وفي القصر، وخلتني راجل سعيد علشان اتجوزتها. وفيرات بيمسك ايد جول وبيواجه حسن وبيقوله أنا هتجوزها. فحسن بيزعق وبيقول مستحيل، أبعد عن وشي. فبيقوله لأ مش هبعد، وهتسمعني، أنا بحبها وهتجوزها سواء رفضت أو وافقت. وقدر بتفرح جدا. وجيهان بيعرف إن الراجل اللي مع سينا مش خالها، ده يلدر المجرم، وبيقول لنفسه ليه بتحميه. وسينا بتجهز شنطها علشان تهرب هي وأمها، بس يلدر بيجي فجأة وبيقول لها جه الوقت علشان نسرق محل المجوهرات وإنتي هتساعديني. وديلان بتبقى قاعدة تبكي وفاكرة إن بران تعيس علشان هو معاها. وبران بيشوفها وبيقول لها مالك، إيه اللي حصل، في حد زعلك؟ وفجأة ديلان بتحضنه، وبران بيحضنها وبيلمس شعرها وبيقول لنفسه لازم أقولك عن شعوري دلوقتي. بس قبل ما يتكلم ديلان بتصدمه وبتقوله مستحيل نكون سعداء مع بعض، أنا مش عايزة أزعل حد بعد النهاردة، إحنا لازم نتطلق. فبرام بيمسك إيديها وبيروحوا على المكتب وبيديلها ورقة الطلاق وبيمضي عليها وبيقول لها امضي هنا يلا. فديلان بتبقى مترددة وبتقول لنفسها هي دي النهاية، لو يقولي ما تعمليش كده وياخد الورقة. وبرام بيقول لنفسه أنا عايزها سعيدة من النهاردة، هحارب علشان تكوني سعيدة مش علشان تحبيني، سعادتك هتبدأ بعد ما توقعي على ورقة الطلاق. وهي بتقول هوقع علشان سعادتك وعلشان تشوف حياتك، وفي الآخر بتوقع وبتسيبه وبتمشي. وحسن بيقول لفرات اعقل قبل فوات الأوان، أنا مش هسمح لك تعمل كده، الخدامة دي مش هتكون كنتي. وبيسيبهم وبيمشي. وجول بتفضل تبكي وقدر بتحضنها. ويلدري بيتهجم على سينا فبتمسك الزهرية وبتضربه بيها فبيغمى عليه، وبتاخد الشنط وبتهرب هي وأمها. وديلان وبرام بيفضلوا يفتكروا ذكرياتهم مع بعض، وبرام بيفضل يبكي وديلان بتقول لنفسها ليه قلبي محروق. وبرام بيفضل يبص لها وهما الاتنين بيفضلوا يبصوا لبعض. وجودة وجورية بيحضنوا علي وبيشكروه، وحنيفة بتزعق وبتقول علي قبل يد حماتك، وبتوافق إنه يتجوز زمرد، والكل بيبقى فرحان ومبسوط. وبرام بيسلم أوراق الطلاق لكرم، وأزادة بتقوله أخيرا لقيت الطريق الصحيح. واللي هيهرب سينا بيبلغها إن الشرطة قبضت عليهم وتستنى اتصال منه علشان مش هينفع تهرب النهاردة. وبتقول لأمها إن خطة هروبهم فشلت، بس ما تقلقيش هنهرب من إيد يلدري. وأزادة بتهنئ بران على طلاقه من ديلان وبتقوله دخولها حياتنا كان غلط من الأول، كلنا اتأذينا، بس لما نتخلص منها هترتاح وترجع لحياتك وتأسس عيلة وتبقى سعيد. فبرام مش بيرد عليها وبيسيبها وبيمشي. وقدرت بيبقى زعلان ومش عايز ياكل، فديلان بتقوله إن هما لازم يتطلقوا علشان بران يكون سعيد ويعيش حياته، هو ده القرار الصحيح، ابنك عنده قلب مليان بالرحمة والحب، دافع عني وعلى طول بياخد القرارات الصحيحة.
وبران بيجي فبتقوله إن قدرت رافض ياكل، وبتروح على أوضتها وبتقول لنفسها عمي قدرت مش عايزنا ننفصل، بس مادام كل حاجة انتهت جه الوقت علشان أديلك دي وأودعك. وبران بيفضل يترجى أبوه علشان ياكل، وبيقوله أنا عارف إنك زعلان علشان ديلان هتمشي، بس لازم ده يحصل، انت اتعودت عليها واحنا كمان اتعودنا عليها، بس احنا ما ينفعش نكون أنانيين، لو فضلت هنا هتبقى حزينة وتعيسة. فقدرت بياكل من ايديه، وبعد كده بران بيروح لديلان وبيشكرها وبيقول لها انت جيتي هنا غصب عنك وقصرتي فينا كلنا وقدرتي تكسبي قلب جيهان. وديلان بتشكره وبتقوله بفضلك انت قدرت اعمل كل ده، بس عايزة أطلب منك حاجة، خليني أهتم بالعم قدرت لغاية لما أمشي من هنا. فبران بيوافق، وتاني يوم بيقول لها إنه هيتمشى مع أبوه في الغابة، ولو عايزة تيجي ما عندوش مانع. فديلان بتوافق، وبتخلص حلقتنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك والاشتراك في قناة وتفعيل الجرس على الكل لا يصلكم كل جديد. استنوني مع حلقة جديدة وملخص جديد، والسلام عليكم. قبل ما أبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي. بتبدأ حلقتنا، وديلان بتهتم بالعم قدرت، وبران بيروح يقف معاها، وهما الاتنين بيقولوا الجو جميل جدا، وبيفضلوا يبتسموا لبعض. ويامور بتبقى زعلانة ومش عايزة تلعب وبتروح على أوضتها، وجورية بتقول لهم إنها كل يوم بتحلم بكوابيس. فعلي بيقول لزمرد أنا عرفت هعمل إيه بالمصاري، وبيوسوسها في ودنها، وزمرد بتفرح جدا. وجول بتحاول تتهرب من فيرات، فبيمسكها وبيقول لها أبي قالك إيه؟ وشك كان عابس وما تكلمتيش، ده معناه إنه قالك حاجة ضايقتك. فجول بتنكر وبتقوله إن الانفصال كان قرارها لوحدها وحسن ملهوش أي علاقة، وبتسيبه وبتمشي. والعسل بيقول لنفسه أنا متأكد إن أبي قالك حاجة ومش هيقدر يفرقنا عن بعض يا وردتي. وديلان بتخبر بران إن قدرت بيتحسن، فبيقول لها معاكي حق، أنا نفسي أشوفه واقف وبيتكلم قدامي. فديلان بتقوله أنت قبلت اعتذاري صح علشان واقف وبتتكلم معايا، لو كنت لسه زعلان ما كنتش رديت عليا. فبيقول لها وإنتي كمان شكل غضبك اختفى. فديلان بتتكسف وبتسيبه وبتمشي، وبتبقى علاقتهم حلوة جدا مع بعض. وقدرت بيبتسم، وجورية وجودة بيلعبوا مع يامور، وبتيجي فجأة مديرة المؤسسة، وباران بيشوف ديلان بتكلم قدر وهي مبسوطة، فبيقول لنفسه اضحكي على طول، ضحكتك بتنور حياتي. وبيفضل اليوم كله يراقبها وهي بتقرا لعم قدرت وبتكلم جيهان وبتلعب مع القطة، وبيقول لنفسه تستاهلي أحارب علشانك. وقدر بتحضر طاولة رومانسية لباران وديلان، وديلان بتتفاجئ لما بتشوفها، وباران بيقول لها انت اللي عملتي كده؟ فبتقوله لأ، شكل قدر هي اللي عملت كل ده. وبيقعدوا هما الاتنين يتعشوا، وباران بيشغل الموسيقى، فديلان بتقوله على فكرة دي أول موسيقى رقصنا عليها مع بعض. فباران بيقف وبيمد إيديه، فديلان بتفضل تبصله، فبيفتكر إن ديلان رافضة ترقص معاه، فديلان بتمد إيديها وبتقوم ترقص معاه. شكلهم حلو قوي مع بعض، وبيفضلوا يرقصوا مع بعض بكل حب ورومانسية. وبعد ما بيخلصوا بيروحوا يناموا، وباران بيقول لنفسه كل لما بفكر فيكي بيبقى في جرح بينا بيحطمنا وبيدمرنا، بعدك يؤلم قلبي، يا ترى هتجتمع قلوبنا ولا هينتهي لقائنا، هتنتهي ظهور الدم. وتاني يوم باران بيصحى وبيفضل يبص لديلان، وأول لما بتصحى بيبعد وشه وبيقوم وبيروح على مكتبه. وساراب بتخبره إنها خلاص هتسافر النهاردة، وبتسأله هيعمل إيه في موضوع ديلان. فبيقول لها أنا هحارب علشانها، هي فعلا تستاهل. فبتبارك له على قراره وبتسيبه وبتروح لديلان وبتودعها وبتقول لها إن باران يستاهل يكون سعيد، هو من بره قاسي بس هيتغير.
أتمنى تهتمي بيه علشان مقلقش عليكوا، وأتمنى تيجي انتي وباران لزيارتي يوم من الأيام. وبيحضنوا بعض وبتمشي. ومديرة المؤسسة بتروح تاني لجودة وبيفضلوا يسألوه بيشتغل ايه وكان بيكسب والدكان ده إيجار ولا ملكه. وعلي بينادم عليه وبيديله عقد بيع الدكان باسمه. وجودة بيفرح جدا، وجودة بياخد العقد وبيوريه أمه وجورية، والكل بيبقى فرحان وسعيد. وسراب بتودعهم كلهم وبتسافر، واللي بتبقى مفروسة وهتتنقط هي أزادة. وديلان بتروح المكتب عند باران وبتلاقي ورقة الطلاق مرمية في الزبالة، فبتفرح جدا وبتقول هو مش عايزنا نتطلق. وفيرات بيروح وبيحذر حسن إنه يتكلم بشكل مناسب وما يهينش البنت اللي بيحبها، وبيزعق وبيقوله كفاية كفاية، وبيسيبه وبيمشي. وبنشوف ديلان بتبقى سعيدة جدا، بس أمنا الغولة بتيجي وبتنكد عليها وبتقول لها انت ليه لسه هنا؟ جمعي أغراضك وارجعي للزريبة اللي انت جاية منها. ابني جمع العشيرة كلها علشان يتخلص منك، ليه انت لسه موجودة هنا؟ يلا جمعي أغراضك. وبتمسك لبسها وبترميه على الأرض وبتقول لها أنا مستنية اليوم اللي هتمشي فيه من هنا، كل حاجة بالنسبة لك جميلة، واستفدتي من رحمة حفيدي اللي عيشك في قصر. ما فكرتيش وقلتي أبي القاتل قتل أمه وحكم على أبيه بالعجز. وديلان بتفضل تبكي وبتكمل كلامها وبتقول لها باران دمر حياته وهو بيحاول يخلص قضية الطار. فديلان بتقول لها وأنا كمان حياتي اتدمرت. فبتقول لها يا عيني يا عيني، لو اتدمرت حياتك احنا أسفين، خدناكي من الزريبة بتاعتكو وخليناكي كنا في قصر، سامحينا، اتدمرت حياتك. روحي وقولي الكلام ده لأبوكي القاتل، مادام انتي في حياة حفيدي هتفضل حياته متدمرة. فبتقول لها كفاية يا سيدة أزايدة، سمعت الكلام ده كتير جدا. فبتقول لها تمام كفاية، أنا هروح وأحتفل بطلاقك.